النهارده هنتكلم عن رواية حيرت ناس كتير. يا ترى العلم والدين ممكن يتفقوا؟ ما تيجوا نشوف مع بعض. قنديل أم هاشم ليحيى حقي، قصة قصيرة، حدث قصير بس يحير، واتعملت فيلم مشهور بنفس الاسم. تعالوا نشوف مع بعض حكاية قصة حيرت ناس كتير وكمان كانت عاملة مشاكل. نجيب الكرسي. بتبدأ القصة واحنا شايفين الجد وابنه وهما داخلين مسجد السيدة زينب، فينزلوا يبوسوا العتبة الرخام، وده وسط رجلين المريدين. والمشايخ لما بيشوفوا السلوك ده بيستغفروا ربهم طبعا، الا انهم بيعملوه. ولما انتقل الجد ده للقاهرة سكن ورا المسجد. الابن الاصغر اسماعيل كان نبيه، ما راحش الازهر زي اخوه الاوسط ولا مسك التجارة زي اخوه الكبير، لا اتعلم في المدارس وكان من الاوائل. اسماعيل بيوصف الميدان وايامه الصبح وبالليل، وبيوصف كمان رواد المقام من كل صنف ولون ازاي بيقدموا الشموع والنذور للسيدة زينب شلاه يا ام هاشم، وبيسالوا الشيخ الدرديري على زيت من قنديل ام هاشم. يا ترى عايزين الزيت ده ليه؟ هم عايزين الزيت ده عشان يشفي عيون الناس اللي هم عزاز عليهم. بنعرف من الشيخ الدرديري ان الزيت ده ما بيشفيش الا اللي ايمانه قوي، ولو ما شفكش فده علشان انت ما اتطهرتش من ذنوبك ولا خدتك السيدة ام هاشم بالرعايه. انا ماليش دعوه، ده كلام الشيخ الدرديري. بيحكي الشيخ الدرديري لاسماعيل عن اجتماع اولياء الله الصالحين ليله الحضره، سيدنا الحسين والشافعي والسيده عائشه وغيرهم لمقام السيده زينب. بيتجمعوا ويقعدوا يبتوا في مظالم الناس ويرفعوا شكاوي المظلوم، والقنديل بيبرق ساعتها. عشان كده ما بيديش زيته غير للي يحس ان هو يستحق. انا يا جماعه ماليش دعوه، ده برضو كلام الشيخ الدرديري. ونجح اسماعيل في دراسته وهدفه انه يدرس الطب، بس ما جابش مجموع يدخله كليه الطب، فالاب قرر يبعته بلاد بره اوروبا، وده عشان يدرس هناك الطب، بس خلاه يوعده وعد مهم عشان يرضى يسفره. الوعد ده كان انه لما يرجع يتجوز بنت عمه فاطمه النبويه. عدى على المقام قبل السفر وشاف بنت مومس اسمها نعيمه. بتقول ندر ان لو السيده عائشه ساعدتها انها تتوب هتولع 50 شمعه، وسافر 7 سنين. ورجع الدكتور اسماعيل طبيب العيون، بس السفر غيره، ما بقاش مؤمن بالدين قد ما هو مؤمن بالعلم. كان زاد حنينه لمصر وكرهه لسكانها بسبب جهلهم، عكس ما كان شايف في مصر كل حاجة حلوة قبل ما يسافر. السفر غيره قوي، وقرر بعد رجوعه بسلاح العلم انه يحارب ده كله. طب وفاطمة؟ دي مسألة صعبة، لكنه هيأجلها لحد ما يفوز في معركته. وأول ما رجع شاف حال أهله اللي اتدهور هو ونظر فاطمة، مش عارف ازاي هيعيش وسطهم. وشاف امه بتحط قطره لفاطمه عشان تعب عينيها، ولما سالها عرف ان ده زيت قنديل ام هاشم، ودي كانت اول مواجهه. قام غضبان يبص على عينيها، لقى انه رمد بسيط ممكن يعالجه، لكن الزيت الكاوي بيسبب ضرر، بيهاجم الام والزيت والقنديل، وبيهاجم السيده زينب ام هاشم في كلامه، ولو متدافع ان دي بركه وهو يقلل ويسفه من كلامها. ابوه بيقول له انت كفرت ولا ايه؟ بيغضب اسماعيل وبياخد القطره يرميها من الشباك، وبياخد عصايه ابوه وينزل. بيشوف الشارع والناس اللي هو قال عليهم قبل ما يسافر انهم ناس طيبه، لكنه دلوقتي بعد ما رجع من السفر شايفهم جهله واشرار. بيدخل الجامع وبينزل بالعصايه على القنديل يكسره، وبيتجمع عليه الناس وينزلوا ضرب فيه. ولولا الشيخ الدرديري فاكرينه خدوا انقذوا من ايديهم وخدوا على البيت. رجع غرقان في دمه والاهل متحسرين على رجوعه، وده كله بعد ما كانوا في الاول فرحانين بيه. فضل ايام على السرير ساكت ما بيكلمش حد، بيفكر يرجع لندن ويشتغل هناك في الجامعه. طب خدني معاكم النبي. لكنه بيعاند وبيقرر يعالج فاطمه، ما هو عالج كتير زيها وقرر يعالجها ويهتم بيها، لكن الحاله ما كانتش بتتحسن والالتهاب بيزيد. راح بيها لاساتذته في الجامعه وزمايله وقالوا انه صح في علاجها، وحاول 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 وحاول، وكل ما اسماعيل يحاول يعالجها الحاله بتسوء. يا ترى فعلا زيت القنديل ممكن يكون هو الحل؟ بيحاول لحد ما في يوم فتحت فاطمه عينيها لقت نفسها مش شايفه حاجه، ما بقتش بتشوف، ما قدرش يشوفها وما قدرش يشوف نظرات لهم ابوه وامه، وساب البيت. فضل شهور بره البيت، باع اللي وراه واللي قدامه، ينزل يروح الميدان ويسال نفسه هو ايه اللي انا عملته غلط؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ في الميدان شاف المصريين الجدعان وضحك لمنظرهم، وشاف ان مفيش علم من غير ايمان، ودخل مسجد السيده زينب عشان يشوف حاجه خطيره. يا ترى شاف ايه؟ دخل لقى 50 شمعه منوره ونعيمه واقفه تشكر ام هاشم. فاكرين نعيمه المومس
الناس اللي كانت واقفه قدام ام هاشم بتقول لها لو ساعدتها تتوب هتولع 50 شمعه، داخله هي ورافعه راسها وهو راسه مطاطيه وقنديل ام هاشم منور فوق المقام. اللحظه دي كانت محوريه في القصه. يا ترى ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل انه خد من الشيخ الدرديري قطره من زيت القنديل ورجع البيت يتاسف ليها وليهم، ورجع بإيمان يحاول يعالجها واتحسنت ورجع لها نظرها وفتح عيادته للفقراء ونجح في علاج كتير منهم بالعلم والتوكل على الله، وبقى طبيب عيون ناجح ومشهور، واتجوز فاطمة وخلف منها 5 أولاد و6 بنات، وعاش طبيب ناجح لآخر حياته ومات. بس كده. القصة القصيرة دي اتعملت فيلم، يمكن لما نقراها دلوقتي نشوف ان هي حاجة غريبة علينا، او حتى ممكن نحس ان هي قريبة مننا. ممكن ناس تستغرب القصة وتقول انها بتساعد على الجهل، وناس تانية تقول انها بتحارب الجهل. فانتوا بعد ما سمعتوها شايفين ايه؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. بالنسبه لي القصه ابسط من كده، هي بتحاول تهاجم اتنين، بتهاجم جاهل تمام الجهل مؤمن بالخرافات، وبتحارب عالم تمام العلم مؤمن بس بالماديات. الكاتب هنا بيحاول يجمع ما بين هجومه على الاتنين ووجهه نظره. وجهه نظره ان العلم لوحده مش كويس، بالعكس في غطرسه بتساوي الجهل. انك تشوف انك صح وتحاول بس تثبت وجهه نظرك، ده هيوقعك في مصيده انك بس تحاول تثبت وجهه نظرك. العكس كمان، انك تؤمن في خرافه وتحاول انك تحميها من اللي يهاجمها، وده كمان مش هيفيدك لانه هيؤدي بيك انك تتاخر عن اللي حواليك. زي فكره الحنفيه لما اخترعوها كل الطرق حرمتها، حرمت الوضوء منها الا مذهب الامام ابو حنيفه، عشان كده اتسمت حنفيه وعاشت وبقت جزء من حياتنا ومات اي تحريم ليها. في القصه نفسها نعيمه امنت بالتوبه فتابت، اما اسماعيل فما كانش مآمن بعلمه، لكنه بس كان بيعاند بكره وحقد وعاوز يعالج وخلاص. انك توازن ما بين ايمانك الروحي والمادي مش فارقه انك توازنه، لكن انك تحط هدف ليك انت مش يهم ناس تانية ومش فارق عندهم. انك تعيش مش عشان تثبت للغير صحة وجهة نظرك، لا، انك تكون مؤمن بيها. ده اولا هيخليك تعيش في سلام، وممكن ثانيا في يوم من الايام ايمانك ده يتنقل لناس تانية من غير ما تحس. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة، وحاولوا تقروها. لو ما عرفتوش اديكم خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.